رسالة إلى السماء. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه، السلام على روحك الطاهرة ورحمة من ربي ونعيم مقيم. أما بعد، فشعبك يا سيدي يقرئ روحك السلام، ويخبرك إنك وإن رحلت عن الدنيا فإنك خالد في أرواحهم وبين ثنايا الدعاء في الركوع والسجود. أود أن أخبرك يا سيدي أننا بخير، وأن وطننا كان في عهدكم ومن بعدكم بألف خير. نخبرك أننا اشتقنا إليك كثيرا، وأن العالم جميعه كما حسدنا على وجودك بيننا حين رسمت ملامح مستقبل وطننا في أروع وأبهى صورة، يحسدنا على فيض المحبة التي تكنها أرواحنا لذكراكم العبقة، والتي لن تنتهي من وجودنا إلا بانتهاء الوجود. استأذن مقامكم الكريم بالتفضل بتدشين هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله. وأستأذن مقامكم الكريم بالتفضل بتدشين هذا المشروع. الرحيم، وعلى بركة الله. أكبر وقف إسلامي على الحرمين الشريفين في التاريخ. أستأذن مقامكم الكريم بأن تتفضلوا بتدشين هذا المشروع على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله. وقد تم بحمد الله إنجاز مشروع الساعة، وسيتم قريبا إنجاز بقية عناصر المشروع. واستأذن مقامكم الكريم بالتفضل بتدشين مشروع الساعة والإعلان عن بدء توقيت مكة المكرمة العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله. سيدي، جميعنا لن ينسى ما صنعت لنا خلال عقد من الزمان من منجزات لم يكتب الله لسواك الفضل في تحقيقها، منجزات لا ينكرها إلا حاقد أو جاهل. أسمع أنا ولا شاء الله يعني أتهم من بعض السفارات بتسكر أبوابها، وهذا ما يجوز أبد أبد. لازم تفتحوا أبوابكم وصدوركم وتوسعوا أخلاقكم. الشعب السعودي أي فرد بيجيكم مهما كان اعرفوا إنه الشعب من الشعب السعودي، وأنا من الشعب السعودي، وهو ابني وأخوي. لا تقولون هذا ما لم قيمة ولا هذا. أين وياكم؟ قدروهم واحترموهم، يحترمون الشعوب. في عهدك يا سيدي أردت وضع حد لفساد نخر جسد الوطن، فأمرتم بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لأنك أردت لوطننا أن يصبح نقيا كقلبك معطاء كروحك. ولأن النزاهة لن تكتمل بدون عدل، فقد أطلقت مشروعا رائدا لتطوير القضاء. هديتي أنتم. الله نبي صورة لو سمحت معك، صورة جماعية لو كتبت. نبي تعالوا من التعليم يا سيدي في عهدك المبارك نال ما يستحقه من دعم واهتمام ومتابعة، فأطلقت برنامج الابتعاث الخارجي كأقوى برنامج ابتعاث يشهده العالم في العصر الحديث. لقد كانت فكرة هذه الجامعة حلما راودني أكثر من 25 عاما، وكانت هاجسا ملحا عشت معه طويلا، وإني أحمد الله جل جلاله
إن مكننا من تجسيدها واقعا نراه اليوم شامخا. ثم قفزت قراراتك الإبداعية بالجامعات السعودية من 8 جامعات إلى ما يربو عن 30 جامعة تضم المئات من الكليات ومراكز البحوث والتدريب. وبين هذه وتلك أطلقتم مشروعكم الضخم لتطوير التعليم العام، وتوجتم كل تلك الجهود لبناء مستقبل التعليم بتدشين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. أيها الأصدقاء، ليكن حوارنا مناصرة للإيمان في وجه الإلحاد، والفضيلة في مواجهة الرذيلة، والعدالة في مواجهة الظلم، والسلام في مواجهة الصراعات والحروب، والأخوة البشرية في مواجهة العنصرية. هذا وبالله بدانا وبه نستعين. كنت يا سيدي محبا للسلام داعيا للتسامح، فوضعت اللبنة الحقيقية للحوار بين الأديان عبر تبنيكم لمؤتمرات الحوار العالمية بين الأديان، والتي تعكس سماحة دينك، عروبتك، ومعدنك الأصيل. ولم تكتفي بذلك، بل أنشأتم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي لحوار أتباع الأديان والثقافات. ولأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجال عمل وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه، فقد قررنا التالي: أولا، مشاركة المرأة في مجلس الشورى. بناتك يا سيدي يدن بالفضل لكل ما قدمته لهن من قرارات دعمت حقوقهن كشقائق للرجال في بناء المجتمع. كيف لا؟ وقد منحتهن الفرصة مناصفة مع الرجل للابتعاث الخارجي، ومنحتهن فرصة المشاركة في صناعة القرار عبر إشراكهن في عضوية مجلس الشورى في عهدك، والترشح لعضوية المجالس البلدية التي لم تتحقق إلا بعد رحيلكم عن دنيانا إلى السماء. لطالما أرقتكم يا سيدي قضية البطالة وتوفير فرص العمل الكريمة لشعبكم الوفي، ولطالما انصبت قراراتكم على خلق البيئة المناسبة لعيش كريم، فأعطيتم للسعودة كل الدعم اللازم عبر تثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود، كما وجهتم بصرف مخصص مالي شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ودعمتم الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، وصرفتم القروض للمشاريع الصغيرة، كما زدتم الرواتب ومنحتم المواطنين رواتب إضافية، ودعمتم المنتجات والخدمات المتعلقة بحياة المواطن. المليارات تدفقت لتعمر الوطن في عهدكم، فأنشأتم المستشفيات والمدارس والجامعات، وأسستم لخدمة المترو والقطارات التي تربط الوطن بشريان واحد، وأنشأتم العديد من المطارات، وبنيتم عددا من مراكز الاقتصاد الحديثة كمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والمدن الاقتصادية، ومركز الملك عبد الله المالي، كما لم تغفلوا الفكر والرياضة، ولعل ملعب الجوهرة الذي يشرف بحمل اسمكم لخير دليل. إن أبرز ملامح الدعم الذي قدمتموه يا سيدي للوطن والمواطنين هو دعمكم لمشاريع الإسكان من خلال إنشاء وزارة للإسكان، بالإضافة إلى دعمكم السخي للمشاريع الإسكانية الخيرية التي استفاد من مخرجاتها آلاف الأسر في المملكة. خليها الحمد لله الحمد لله. يتنفسون زي ما شايف طال عمرك طبيعي، يتنفسون بشكل طبيعي الحمد لله. نعطيهم بس اكسجين خفيف ويمكن نشيله بكره الحمد لله. قلبهم سليم، كلاهم سليمه، هذا من فضل الله. في الجانب الإنساني أيضا يا سيدي، لا ننسى رعايتك لبرنامج عمليات فصل التوائم منذ عقود، وحربك الضروس على الفقر.
بقدر ما دعمتم فرص السلام والعدالة فقد نهضتم وبشجاعة الفرسان بقضايا وطنكم وأمتكم العربية، فبذلتم المليارات لتطوير القطاع العسكري وتدريب كوادره وتسليحه بأحدث الأسلحة والذخائر، وهو ما اختبر بنجاح في رد اعتداءات العصابات الحوثية الإيرانية في اليمن. السعودي له قيمته ولله الحمد، ما عدا هالناس أولادنا، مع نسب أولادنا ونشفق عليهم، ولكن الشيطان طغى على اللي غزهم وأرشدهم ووداهم في بلاد الدمار، ووالديهم ما همهم إلا النحيب والدعاء. ولكن نبي نقول حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من دلهم على هالدرب السيء. كما حاربتم الإرهاب بكل بسالة واقتدار في الداخل والخارج، وجففتم منابعه وأفكاره المتطرفة، ولم تنس يا سيدي أمتكم العربية مواقفكم المشرفة خلال عصر فوضى الربيع العربي وأنتم في أحرج مراحل المرض، فدعمتم أمن واستقرار مصر، ووقفتم مع الشعب السوري للمطالبة بحقهم في العدالة ضد إرهاب نظام بشار الأسد، وسلحتم الجيش اللبناني، ودعمتم بكل قوة حقوق الفلسطينيين وكل الأبرياء المسلمين في العالم. كل هذا سار مواكبا لركب التنمية التي جعلت المملكة العربية السعودية عضوا في منظمة التجارة العالمية وعضوا بارزا في أنشطة قمة العشرين العالمية. شوي خلي هذول يدخلوا شوي. شكرا. ترى هذا الشيخ معلمي، انا اول معلم عجيب وش اللي سويت فيه ولا معلم. استغفروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، فسيروا على بركة الله والله معكم في الإصلاح إلى أن يوفقكم الله إلى ما تصبون إليه من عزة وكرامة إن شاء الله. وفقكم الله والله معكم. لكن أنا لا أبي آخذ إخراي منك. ما تخاف لك الضربة إذا ضربتني إياها. مع تحياتي لكم فردا فردا. رغم كل ما بذلته يا سيدي من مشاريع عطاء وتنمية لا تعد ولا تحصى، والتي أصبحت واقعا بفضل الله أولا ثم بجهودكم، فإن شعبك لم يحب فيك شيئا بقدر ما أحب إنسانيتك وبساطتك وتواضعك، فبادلك الحب بالحب والعطاء بالعطاء. يعلم الله إنكم في قلبي، أحملكم دائما وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم، ولا تنسوني من دعاكم. سيدي، لقد طلبت من شعبك ألا ينساك من دعائه، وهم والله يفعلون ذلك ويضمخون روحك كبيرهم وصغيرهم، رجلهم وامرأتهم، صحيحهم ومريضهم بأصدق الدعوات بالرحمة والخلود في الجنان، ليرحم الله روحك الطاهرة النقية وليعن قادتنا بعدك على إكمال مشوارك الإنساني العظيم.